محمد كرامات اشكال. مريم نسميها العباس الصغير في المنطقه هذه، ما حد يوصل ليها ويحلف بها باطل، لا هلكت ناس هوايه. تقصد يا عباس عليه السلام؟ عباس بن علي بن ابي طالب جدها ابو فاضل عباس، نسميها العباس الصغير. زوار مستمره ان شاء الله، مستمره زوار سيد. من اي مناطق يجون؟ منين ما والله حتى من الموصل اجتني ذبايح اثنين، بدره وجصان نعمانيه، مناطق كلها تجي منين ما كان تجي زوارها. هذه العلوية مريم بنت عمران زوجة الإمام الحمزة بن الحسن بن عبد الله بن العباس بن أمير المؤمنين عليهم أفضل الصلاة والسلام. لها من الكرامات ما يؤهلها أن تنتسب لهذه الأسرة العلوية الشريفة والنبوة. هي مريم يجعلوها ولايات تشابيخ مثل العباس، مريم يحسبوها وهسه وبعد، وهسه وبعد صيتها ماشي. مريم 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 مريم. حقيقة احنا دائما نزور سيدتي ومولاتي مريم بنت عمران، هي زوجة الإمام الحمزة، ولحقيقة للسوء أو لعدم وجود ترميم في بعض المراقد، ويمكن اكو فد خلل او فد اهمال في بعض المراقد، شئنا احنا وبعض الاخوان والاصدقاء من اهالي المنطقه بانه قمنا بترميم مرقد السيده العلويه، عمل السيراميك وكذلك شبابيك من الخشب والباب الصاج، بالاضافه لبعض الصور لائمه اهل البيت في هذا المرقد. مساهمه عندنا بسيطه لاهل البيت سلام الله عليهم، لان لهم افضال كثيره ولانه يعتبرون هم مثلنا الاعلى واحنا نقتدي بهم. لله الحمد والشكر على كل حال. نشكركم. نشكر قناة الأنوار على هذه الزيارة المباركة. مريم بنت عمران زوجة الحمزة متمسكين بها عند الله، وقبل هذاك الأسبوع المقدم شافت واحد مريض بمرض سرطان وسافر للهند، قالوا لها ماذا هذا المرض؟ ما ارجع للعراق، ورجع مرته الثانية، ارجع زار ام هاشم زوجة الحمزة، سافر للهند مرته الثانية، وقال فحوصات، قاموا بفحوصاته قالوا له الشفاء شافه ما بيك شيء. فاجا قلت له انا من تجي حكم صدفه هناني؟ قلت له تعال قبل هنا لام هاشم، متمسكين بام هاشم. نشكر قناة الأنوار الفضائية زيارتنا، زيارة السيدة مريم بنت عمران، ولنا طلب للمسؤولين بأن يسوون الطريق لأن مشكلة يعني تراب ما نقدر نمشي، وحتى يعني من السيارات تفوت ما نقدر يعني نمشي، تأثر على الزوار، وزوار بالناك تجيها قليلة. أنت من أهل المنطقة؟ نعم أنا من منطقة قرية بيرمانة، ويعني مريم بنت عمران تعطينا هواي حاجاتنا. أبسط شيء مثلا يعني النجاح نطلب منها تدينا إياه. أنت طالب مدرسة؟ نعم طالب مدرسة ثانوية المجد الدوام. تجي هنا تدعي يوم قبر السيدة مريم؟ إيه دائما أجاني يعني أدعي. نعم نشكركم على هذه الزيارة. حتى باتوا يسمونها كجدها قمر العشيرة قاضي الحاجات العباس الصغير، فقد نال هنا الكثير من الناس بقدرة الباري عز وجل أمانيهم وقضاء حاجاتهم، وهنا ظهرت الكثير من الكرامات. وهذا القبر الصغير الكبير في قيمته ومحتواه قضى على الكثير من النزاعات، فالمتنازعون عند أبواب القسم بعزة هذه العلوية يدحرون الريب والظنون ويحفل بين الناس اليقين. نرجو من أهل الخير المساهمة في بناء هذا المرقد، ونشكر أخواننا قناة الأنوار والذين ساهموا بكل جهدهم إن شاء الله. سلام الله عليها، ولا جعله آخر لقاء نودعها ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.